فشويه بشويه نتوما كتعرفوا الصدف، وانا كنامن كثير بالصدف، كنامن كثير بالقدر. ف شويه بشويه كنولي في السينما ديال الفرنسيه، افلام قصيره. غادي نرجع اكيد للويب. شنو علاقتي بالويب؟ فاكيد انا حاضره هذه الفتره كلها حاضره في الويب، وكنكون سعيده بزاف بالتواصل مع الناس. يمكن انا كنتواصل كثير مع الناس على الويب، ومن بعد فديما كنت كنقول كيفاش انا متبعه الويب، شنو كيوقع، عندي اصدقاء في الويب، كنت كنقول كيفاش انا نقدر، كاينين حويجات نقدر نوصلها على الويب. كانت اول فكره كتبان لي شنو هي، انا تخصص قانون، وفي نفس الوقت كاينه في التمثيل، كاينه في الفن. فهذه حاجه اللي كتساعدني كثير. الفكره جات انني نجمع ما بين القانون وما بين الفن، ولكن بواحد الطريقه شويه اللي تكون مختلفه. فباش انا كنتكلم مع الناس كيقولوا لي مداوله، كنقول لا ماشي مداوله. فكان اول واحد كيفهم لي وكريم جبران. فانا سعيده كثير لان بحال هذا النهار انا وكريم كنا كنتكلموا وقلنا كنقول له راه خصنا نجمعوا القانون مع الفن. خاصني شي طريقه، خاصني شي ابداع يكون بشي شكل، خاص شي حاجه اللي تكون قليله، اللي تكون 3 دقائق 5 دقائق الناس يشوفوا يتمتعوا بهذا الشيء اللي كيتقدموا. في نفس الوقت كاين ميساج كيدوز. في الاول كان بقى كيقول لي ما يمكنش، من بعد لقينا الفكره اللي هي غادي نمثلوا موقف وغادي نعطيو نصيحه قانونيه ولكن داخله في التمثيل. فتما جات الفكره ديال عرف الحفظ، اللي انا كنشكر كثير الناس اللي عاونوني في عرف الحفظ، لا في الجانب ديال التقنيك وفي الجانب الفني وحتى في الجانب الاستشاراتي مع الاساتذه اللي كانوا معايا في تحضير عرف الحفظ. فمن بعد كنا كنصوروا، انا هنا كنكتشف حاجه اخرى واللي بغيت انا نشاركها معكم. شحال من واحد باش كيتبع شنو كيتحط في الانترنت وفي اليوتيوب، كيسحبوا لي ناس هازين غير كاميرا ولا هازين بورطابل وكيصوروا. والله انا صادقه معكم اليوم الى واحد العمل كبير وبريباراسيون اللي هي كتاخذ وقت طويل. فمثلا انا عرفت خاص استشاره اللي خاص على الاقل 15 يوم باش كتكتب وكتستشر مع ناس ديال القانون ويعاودوا يرجعوا تعاود ترجعوا ثاني. ثم في الجانب التقني باش كتوجد الماتيريال وباش الاناره ديال الفيديو باش تكون مزيانه. ثم كندوزو للجانب الفني نهار كنصوروا. فعرفت مثلا هذه 3 دقائق اللي كتشوفوا فكتصور على الاقل في واحد يومين، وبالتالي هذا واحد العمل اللي هو مضني، واحد العمل اللي هو كبير بزاف، ولكن انا كنديرو بكل فرح مع الاصدقاء اللي كنشتغلوا جميع بكل حب بكل تفاني وبكل جديه اننا ندير واحد العمل اللي هو مميز. فشكرا لكم كثير بزاف، شكرا ليوسف الضل على اللوغو الواعر بزاف، شكرا لكريم جبران، شكرا لكاع الناس اللي حاضرين معايا، الناس ديال المونتاج، سي عبد الله القادري، فكلكم. انا اليوم كنقول لكم شكرا لكم كثير لان قدرنا جميعا اننا نحققوا واحد الحلم ديال كيفاش نجمعوا الفن بالقانون، اننا نقدروا الانترنت، اننا نوصلوا رسائل اللي هي ساميه، واننا نوصلوا ميساجات، وان الناس يتبعوا في الانترنت حويجات اللي نفعنا جميعا. فكنشكركم كثير وكنشكر كثير هذا الحضور الكريم. والان راه وصلنا للحلقه الرابعه. عرفت حلقه كريم مازال ما تخلصش الحلقه تعطلتي عليا. فان شاء الله من المره قدام غادي نستمروا في التصوير ديال الحلقات الاخرين، وكنتمنى كثير انها تعجبكم. وشكرا لكم كثير، وشكرا كثير للمنظمين على هذا النهار هذا باش نقدروا نتواصلوا مع بعضنا. كيقولوا انك تمشي بالقانون تعطي اتساع الاعلام كاينين هما اللي تعطي اتساع الزين، واش كاين هما اللي شرط ولا ما تنسى؟ باغيين نتعقد، باغيين نموت. شكرا لكم. لا شوف، انا بالنسبه لي هادو كلها عوالم كنعيش فيها، وكتلاقاني بالنهار هادشي راه كنعيشو بالنهار. يعني ماشي حتى كناخذ ونجي من الاداره ونمشي ندير، راه بالنهار كنخرج من الاداره وكنمشي نصور ونرجع نتلاقى مع كريم
بالي هادو العقلين اللي انا كنعيشهم ما نقدرش انا نستمر من غير ما نمشي الاعلام نمشي القانون. وان شاء الله قدرنا ان نقضوا عليهم الجميع. ولا كنبغي نشارك مع الناس تقدروا ديروا بزاف ديال الحوايجات هي فقط مساله تنظيم. راه اللي كيجلس في خدمته والاداره النهار كله راه ماشي ما كيعنيش انه كيخدم مزيان. انا بالنسبه لي هي مساله تنظيم. انا نقدروا كنظموا وقتنا كنقدروا اننا نخدموا بزاف ديال الحوايجات وقت ضيق واننا كذلك التقليد ديال العمل. فنهار كنقدروا اننا نفكروا في هذا الشيء هذا كنقدروا اننا نوازنوا حنا باقي كنتعلموا. خلاصة قول المجالات الفتوى لو كيمشيو لك مع النجاح. شي سؤال فاطمة الزهراء؟ عندي سؤال فاطمة الزهراء.